بصينا حوالينا لكل اللي وصلنا له هنلاقيه في الأصل كان فكرة، نبتة بذرة في خيال إنسان عنده حلم يغير شكل الحياة، وإيمانه بيها خلاه يعافر وراها. آلاف السنين والناس من كل بلاد الدنيا بتيجي هنا عشان تزور الأثر العظيم ده اللي بناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري، ونقوشه وألوانه الزاهية وراهم ذوق فنان مبدع. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت، أشهر ملكات مصر والعالم القديم من حوالي 3500 سنة. مصري برضو قال مصر ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة بالأسرار، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. العلماء الآثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابتها الفريدة، وقناعه الذهبي المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح. المصريين القدماء صنع حضارته، بنى دولته، أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ. إيمانهم وعقيدتهم زادوا من قوتهم، وكان جيشهم أقوى جيوش الأرض، جيش بيحمي الناس والعرض. وأثرهم اللي عايشة لحد النهاردة شهد على عظمتهم اللي نابعة من إيمانهم وحضارتهم بيتحاكى بيها التاريخ. السلام عليكم إزهر يا مختفي. تم نقل المومياوات المصرية القديمة من المتحف المصري. ايه انت بتقول ايه؟ ده اللي هو ازاي ده؟ ايوه فعلا هو تم نقل المومياوات المصرية القديمة من المتحف المصري الى المتحف القومي في الفسطاط. وانا المفروض انا عارف ان كنت المفروض ان انا اتكلم في الموضوع دوت في ساعتها، يعني من اول امبارح. هو تم نقل المومياوات في 3/4/2021، وكان المفروض ان انا اتكلم عليها في ساعتها، بس اللي اخرني عشان المونتاج وكده، عشان في شويه حاجات كده يعني كنت محضرها لكم، وفي حاجات يعني ضرب نار هتحصل في رمضان، تمام؟ بس كل ده عشان خاطركم انتوا، تمام؟ وفي برضه شويه كلام كده بيتقال ان سبب نقل الفراعنه، سبب نقل المومياوات المصريه القديمه من المتحف المصري للمتحف الفسطاط، ده يعني يعتبر ده السبب الرئيسي في الحوادث، في حادثه قطر سوهاج، وفي كوارث كتير برضه حدثت في مصر بسبب اللعنه ولعنه الفراعنه وهتحل على مصر ومش عارف ايه وكلام كتير يعني. عشان كده كان لازم اعمل الفيديو دوت واتكلم معاكم فيه، تمام؟ السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ جدا في فيديو جديد. قبل ما اقول اي حاجه كل واحد اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده. اشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده. ولو انت كده مشترك في القناه برضه اتاكد انك مشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده، تمام؟ دلوقتي بقى يا جماعه فكره الفيديو بتاعنا النهارده عباره عن نقل المومياوات المصريه القديمه من المتحف المصري الى المتحف القومي في الفسطاط. دلوقتي يا جماعه في مصر 72 متحف متوزع على 19 محافظه في مصر، تمام؟ دلوقتي وفي يعتبر من اشهرهم اللي انا عارفهم بالظبط المتحف المصري في ميدان التحرير، والمتحف القومي في الفسطاط. والمتحف القومي في الفسطاط هو ده اللي تم فيه نقل 22 موميا، من ضمنهم 18 موميا اللي هو الراجل يعني، واربعه ستات اللي هم مثلا منهم حتشبسوت والملكه تي واللي هم الناس دي، تمام؟ دلوقتي تم نقلهم علشان زياده السياحه في مصر، علشان مثلا بدل ما كل السياح يروحوا في مكان واحد سواء في المتحف المصري او في اي متحف تاني. دلوقتي تم نقل المومياوات دي الى المتحف القومي في الفسطاط، وخروج تماثيل ومومياوات تانية مخطوطه في المخازن هتتحط في المتحف المصري اللي في ميدان التحرير، وهتتعرض لاول مره. وفي الموكب اللي حصل بتاع نقل المومياوات ال 22 عربيه اللي كانوا في ميدان التحرير، في الموكب اللي حصل دوت بيجهزوا فيه اصلا من 2017، ومكلفين كل التكلفه دي كلها ب7 مليار جنيه. انتوا متخيلين؟ وبيقولوا مصر ما فقيره وما فيهاش فلوس ومش عارف ايه، بالرغم ان الموكب دوت يعني الموكب بالاحتفاليه بالتوضيبات بكل الحاجات ديت كلفت 7 مليار جنيه.
وكان في اكتر من 400 قناه عالميه، يعني 400 قناه في العالم كله جايين في مصر عشان يذيعوا الحدث دوت. يعتبر مصر هي الوحيده اللي كانت بتزقطط وبتفرح بالحاجه ديت، والعالم كله كان يعني زي بيقولوا العالم كله قاعد زعلان، او العالم كله ما فيش حاجه تفرح العالم ما عدا مصر. هي اللي كانت وحيده كده طالعه كده ايه، بتحتفل وفرحانه وايه، وعماله بتفسح في المومياوات رايحين جايين واحنا قاعدين في البيت عادي خالص. ودلوقتي بقى برضو خليني اقول لكم اسامي الملوك والملكات اللي تم نقلهم من المتحف المصري في ميدان التحرير للمتحف القومي في الفسطاط. دلوقتي كان في منهم رمسيس الثاني وحتشبسوت ورمسي وتوحتمس، يعني ناس عظيمه كده تحس ان من اسمها اصلا بيبان الخوف. بس يعني ايه اسامي شخصيات كان بيتعمل لهم في الافلام ومسلسلات وناس من الغرب، يعني من بره مصر كانوا بييجوا علشان يشوفوا الاثار والحاجات اللي زي ديت. بس برضو يعني الاعلام والصحافه الغربيه كانوا برضو خايفين من حاجه زي ديت، يعني ازاي هينقلوا شخصيات زي ديت من مكان لمكان. هو اصلا الجثمان او الموميا ذات نفسها لما بتتحرك من مكانها بتروح مكان تاني، مثلا لو اتعرضت لهواء خلاص بس انت طيب باظ خلاص، يعني ولا هيبقى في حتشبسوت ولا تحتمس ولا اي بتنجان خالص من الناس دي. بس يعني برضو الحمد لله تم نقلهم من المتحف المصري راحوا للمتحف القومي وخلاص، يعني تم نقلهم في الموكب. وكان في عربيات كتير كده، عربيات يعني كلهم الموكب ده كله مسمى بالموكب الذهبي، وناس كتير قوي كانوا بيتكلموا عليه. بس خلاص الحمد لله تم يعني. ودلوقتي برضو خلينا اقول لكم برضو عشان ما انساش ان اللي جابوا كل موميا وعملوا عليها اشعه مقطعيه علشان يشوفوا الاجزاء الضعيفه في الموميا بالظبط، والاجزاء القويه وكمان الاجزاء الضعيفه حسنوها بطريقه احسن وكده عشان تستحمل النقل من مكان لمكان. دلوقتي برضو خلينا اقول لكم ان تم يعني كل الحوارات ديت تم نقل المومياوات من المتحف المصري للمتحف القومي علشان مثلا ايه السياح اول ما يجوا في المتحف اللي هو الرئيسي في المتحف المصري في ميدان التحرير مثلا يشوفوا مثلا ايه الاثار بتاعت مثلا حتشبسوت، تحتمس، رمسيس، اي الناس ديت. يشوف مثلا السلاح بتاعهم، اللبس بتاعهم، اي حاجه مثلا من الحاجات اللي كانوا بيستخدموها. فمثلا ايه مثلا ايه يكونوا عايزين يشوفوا الجثمان بقى ذات نفسه او الموميا او شكلهم هم ذات نفسهم، فيضطروا ان هم ايه يروحوا بعد ما يخلصوا جولتهم في ميدان التحرير او في المتحف المصري، فيضطروا ان هم يروحوا المتحف القومي علشان يروحوا يشوفوا بقى ايه الموميا ذات نفسها شكلها عامل ازاي. وتم يعني وبرده كان في ممثلين وفنانين كبار قوي في الموكب دوت، كان من ضمنهم احمد حلمي واحمد السقا وكريم عبد العزيز ويسرا ونيلي كريم وهند صبري ومنى زكي. وبس يا جماعه شكرا لكم ان انتم كملتوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس، وتوصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من الناس علشان برضو يشوفوا ويعرفوا المتاحف او اللي مثلا المتاحف والحاجات اللي بتحصل في بلدهم. وبس لكم ان انتم كملتوا الفيديو لحد الاخر، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.